وبعد إخوتي في الله، أختم بوقعة عجيبة جدا جدا. قال ابن خلكان، ذكرها ابن خلكان، والقصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، الجزء 13 صفحة 72 وفي صفحة 263، وذكرها صاحب شذرات الذهب الجزء الخامس صفحة 457. قصة عجيبة جدا جدا. قال ابن خلكان: بلغنا عن جماعة يوثق بهم وصلوا إلى دمشق من أهل بصرى أن عندهم قرية يقال لها دير أبي سلامة، وكان بها رجل من العربان فيه استهزاء زائد بالدين. فجرى يوم ذكر السواك وهو جالس. الشيخ عمل محاضرة كلها عن السواك، خطبة جمعة كلها عن السواك، فقال سواك ايه بس؟ والله لا استاق الا من الدبر. شفت الفاجر، فاجر. وبالفعل ادخل السواك في دبره فآلمه تلك الليل، ثم مضى عليه 9 أشهر وهو يشكو من ألم في بطنه وفي مخرجه، ثم أصابه بعدها مثل طلق الحامل، فوضع حيوانا على هيئة جرذون شبيه بالفأر كده. صاح الحيوان 3 صيحات، ثم قامت ابنة الرجل فضربته على رأسه فمات، يعني الجرذون. ولم يلبث الرجل بعدها إلا يومين، وكان يقول وهو يموت: إن هذا الشيء قطع أمعائي. قال ابن كثير: وشاهد ذلك الحيوان جماعة من أهل تلك الناحية وخطيب المكان أيضا. قصة عجيبة، لكني ذكرت لك المصدر، المصادر التي جئت بها